السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طاقة ديال اللوز غير بكمية قليلة ديال اللوز. يمكن لينا نحضروا طاقة بحجم عائلي واقتصادية وبواحد العجين ما كتنزلش لينا في الفران. نتمنىكم تبقاو حتى لاخر الفيديو لانه رائع. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندي 100 غرام ديال زبده حيوانيه او ديال البواطه، ما تستعملوش الزبده ديال الحلوى هذيك اللذه. عندي قبيصه ديال الملحه كما قلت لكم 100 غرام. عندي ساشي ديال الفاني، غادي نخلط الكل مزيان غير بسباتيلا، نخلطو مزيان، ما نحتاجوش لاش ضرب كهربائي لا والو، غير بايدينا، لا في المرحله الاولى لا في المرحله الثانيه. غنضيفو عليهم واحد 3 معالق ديال الزيت عاديه، معالق كبار. نخلط مزيان وغنزيد عليهم 50 غرام ديال السكر كلاصي، يعني نص كاس بالعبار الكاس ديال العنبه. فما كنضيف شي مكون وانا كنخلط. غنزيد عليهم واحد البيضه بحجم كبير، هاد الطاقه كتجي غزاله وبالاخص العجين ديالها ما كينزلش لينا كاع في الفران. غير تبعوا هاد الطريقه لانها كتجي غزاله وكتجي رائعه. انا متاكده الا درتوها مره واحده غتعاودوا ديروها. غنزيد عليهم 50 غرام ديال النشا او دقيق الذره، نخلط مزيان. وغنزيد عليهم عندي 250 غرام ديال الدقيق الفورس، وغنزيد واحد المكون كاضافه. عندي معلقه ديال اللوز بودر، وغادي نخلط هكا بايديا. 250 غرام ديال الفورس، الدقيق على حسب النوعيه ديالو وعلى حسب الحجم ديال البيض. انا هزت ليا 250 غرام. وعندي واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، راس معلقه صغيره. انا استعملت ايدي باش نتحكم في الدقيق، باش نشوف واش يخصني ولا لا. وبالنسبه كما كتلاحظوا انا راه ما كنعجنهاش، غير كنجمع بهكا بالصباع ديال ايديا، غير كنجمعها، حيت الا مشينا تدلكناها ولا عجناها غادي تطلق لينا داك الزيت ديال الزبده وغادي تفرتت لينا فاش غنبغيو ندلكوها في المدلك، ولا غتفرتت لينا ملي ندخلوها للفران. صافي انا كملت داك الدقيق ديال الفورس وغنستمر حتى نجمعها. اي ملي جمعتها غادي نرش شويه الدقيق ديال فوق سطح العمل، وغادي نحط العجينه ديالي وغنجمعها. ما غنعجنها ما والو، غير نجمعها بالكفوف ديال ايديا صافي كما كتلاحظوا بهذه الطريقه. انا كنجمع فيها وانا هكا كندور فيها باش تجمع.
صافي. وغادي نستعملها مباشره، ما غنخليها ترتاح ما حتى حاجه، وغير صدقوني راها كتجي غزاله وما كتنزلش لينا كاع في الفران، لان كاين شي بعض هكا العجينه ديال الطاغط كتنزل. صافي غنجيب بلاستيك هكا، وحده لتحت وحده الفوق. من الاحسن ما ديروش هذاك، ما ديروش السلوفان. درت انا السلوفان، من الاحسن ما ديروش بابي كويسه هكا. جوج بلاستيكات، وحده لتحت وحده الفوق. ديروا حتى البلاستيك العادي. صافي وغنستمر ندلكها بالمدلك. انا رحت عندي سطح العمل هكا شويه ملس، وبلاستيكه هكا كتسبق ليا فوق سطح العمل. غنسعف معاها حتى نسرحها. غنديرها على شكل مستطيل، لانني انا عندي المول مستطيل. نتوما الا عندكم المول دائري حاولوا تقادوا على حجم كالمول دائري. شو كندلك وكندور فيها، كندلك وكندور فيها باش تجيني سمك واحد. صافي غنستمر ندلك فيها، وانا كنقاد هكا في بلاستيك حتى نقادها كامله. هاهي قاديتها. ما ديروها غليظه ما ديروها رقيقه، ما ترقوهاش. باش ما تجيكمش رقيقه بزاف. غادي نجيب هكا الاطار اللي عندي. انا عندي هذا الاطار هكا مربع. ديروا نتوما المول اللي كان عندكم داك المشنف من الجناب، ديروه. هذا خصيصه لي طاغط. صافي وهزيتها هكا، حيت البلاستيكه وقلبتها، وغنبدا نقاد فيها. ما غاديش نلحق ونورك عليها، غنبدا نقاد هكا بايدي، وانا كنهز من الجناب وانا كنقاد كما غتلاحظوا. وغنضغط عليها باش تشد ليا. شتي كما هكا كندير لي بحال هكا، وكنضغط عليها بحال هكا. كنقادها بصبعاني وكنضغط عليها مزيان باش تشد ليا الفورمه ديال السيركل اللي عندي او المول، لانها طريه بزاف راه دغيا كتقاد لينا. صافي وغنحيد لهادوك الزوائد من الجناب. انا راه قاديتها وهي باقا في البلاستيك الفوقانيه. غنقاد هكا ساهله باش تقاد لينا، لانها طريه العجين اللي عندنا. نحاول نقاد السيركل ندفعو. صافي غنحيد الزوائد اللي بقاو لينا من الجناب، ولا بقى لينا هكا شي بلايصه خاويه نهزو العجين ونقادوه بها، ماشي مشكل. صافي ايا ملي قاديتها خديت هكا واحد الفورشيط وكنتكها كامله نتكها. راه ساهله. يمكن لكم هكا توجدوا العجين في الصباح، ديروها في المجمد، لان كتبغي المجمد ساعه وهي في المجمد. وان شاء الله ملي تساليو شغالاتكم عادي يمكن لكم تحضروا العماره هكا ديال اللوز ديالها. نستمر نتكها كامله كما كتلاحظوا، ونديرها في المجمد لمده ديال ساعه. صافي وندوز معكم ان شاء الله دابا الحشوه ديال اللوز، العماره ديال الطاغط ديالنا. عندي هنايا 150 غرام 150 غرام ديال الزبده كما قلت لكم حيوانيه او ديال البواطه، وعندي 150 غرام ديال السنيده. وعندي لاغوم ديال اللوز، هذه غير اختياريه انا عندي وبغيت نديرها. لاغوم ديال اللوز واحد راس معلقه صغيره، غير راس معلقه. وغنخلط الكل مزيان حتى تندمج ليا الزبده مع السنيده ولاغوم. نستمر هكا نخلطهم مزيان، راهم ساهلين كيتخلطوا.
صافي نستمر وغنزيد عليهم واحد جوج بيضات هكا يكون الحجم ديالهم كبير. الا كانوا صغار ديروا 3. نستمر نخلط هكا حتى ملي كديروا البيض راه كتسهل عليكم دغيا كتخلط، غير تحيدوا ديك الزبده هكا من الفوي وتخلط، راه ساهله كتخلط لكم دغيا كتذوب الزبده مع البيض والسنيده. صافي غنخلط الكل مزيان، وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال قشور ديال الليمون او قشور ديال الحامض، معلقه صغيره. اللي ما بغاش يديرها يدير ديك فاني ديال الزهر، انا ما بغيتش نديرها، بغيت نخلي غير مذاق ديال الليمون. وبالنسبه هنا اللوز عندي 150 غرام ديال اللوز هكا حبوب، يعني كاس ونص بالعبار كاس العنبه. ملي طحنتو عطاني هاد الكميه، كاس ونص ديال اللوز حبوب او 150 غرام. ملي كطحنوه كيعطيكم هاد الكميه حيت كيتزاد. وعندي واحد جوج معالق ديال الدقيق، معلقه ونص ديال الدقيق الفورس، راه مشى لي داك المقطع. زيدوا معلقه ونص ديال الدقيق الفورس. صافي غنخلط الكل مزيان، وغنجيب واحد بلاستيك او هاد الجيب الحلواني او بوش ناخذ هكا بوش وغنديروا فيه الخليط ديال اللوز ديالنا او الحشوه. غنصبوه، انا راه ما غاديش يقدني هكا ديك الكاس اللي درت فيه الجيب الحلواني، غنجيب هكا واحد الغرف طويل عليه وغادي نديرو، لان بغيت نصبوه هكا في مره واحده. صافي وغنديرو هكا في هاد الغرف هكا كبير، وغنكب كلشي. كما قلت لكم الطاغط ديالنا راه درته في المجمد مده ديال ساعه. صافي غنكبوه هكا، غادي نقطعوه شويه من التحت. صافي نوزعوه على الاطار ديالنا، على العجين ديال الطاغط. غنستمر حتى نوزعو عليه كامل. صافي غنصبوه. انا راه ما حليتش ديك البوش، ما حليتوش مزيان، غادي غنعاود نحلو. صافي وغادي نوزع ديك الحشوه ديال اللوز. صدقوني كتجي غزاله هاد الطاغط هادي، انا متاكده الا درتوها غتعاودوا ديروها، الا جربتوها غتعاودوا ديروها، لان كتجي لذيذه وكلها لوز. غنستمر حتى نوزع ديك الحشوه ديال على البلايص كاملين اللي ما وصلتهمش بالعماره ديال اللوز. صافي غنجيب واحد سباتيلا باش نقاد لها الوجه ديالها، باش نوزعها كامله هكا على الوجه ديالها. وغادي نجيب واحد الكميه ديال اللوز افيلي، انا عندي تقريبا 150 غرام. انا كان عندي في المجمد غير ما عرفت شحال، ولكن بالضبط 150 غرام.
غتكون 150 غرام. غادي نوزعها على الوجه ديال الطاغط. وبالنسبه للفران انا راه ما كان ندخلش هكا لا بالنسبه للكيك لا اي حاجه، لا الكيك لا هكا الطاغط كان نسخن الفران قبل، لا كندخلو على فران بارد وكنقوس العافيه وكنخليها طيب على خاطرها من حد الفران كيسخن وهي الكيك كطلع او الطاغط كطيب على خاطرها باش ما تحرق ما والو، ما تجهدوش عليها العافيه. كما كتلاحظوا انا وزعت عليها كامله وغندخلها للفران ان شاء الله طيب، ورجع معكم باش نوريكم كيفاش كتجي غزاله. ها هي ملي طابت عندي هنايا شويه ديال العسل، انا راني دفيته واحد شويه والطاغط كانت شويه بارده، وغادي نسقي غير شويه من الفوق هكا، نوزع عليه غير شويه. وكنتمنى هتنال اعجابكم لان الصراحه جات لذيذه بزاف. ها هي ملي كملتها كتجي على هذا الشكل، وشوفوا السمك ديالها بانها ما كتنزل ما حتى حاجه. ومع السلامه مع فيديو جديد ووصفه جديده، دمتم في رعايه الله.